السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني من قلب عيادة فيت اند سليم كلينيك، فرع الجبل الأصفر، الفرع الجميل، مع أستاذة نورة. هي بتتابع معانا في العيادة بتاعت الجبل الأصفر وخست رقم كويس جدا خلال فترة صغيرة، طبعا خدت لايف ستايل جميل. هنحكي النهاردة عن تجربتها وهتقول لنا عن التجربة اللي هي عاشتها وخست قد إيه خلال وقت قد إيه، وده فرق معاها إزاي، وإيه الحاجات اللي هي عاشتها وهي بتخس الرقم ده خلال الفترة اللي فاتت. خسيت 10 كيلو في شهر ونص. في مرتين منهم ثبات. زائد ان انا كنت سايبه بلخبط. لا، النظام تحفه الصراحه، ومتابعه يوميه مع كل وجبه. يعني دي حاجه انا اول مره اشوفها بامانه. حاجه كويسه فرق معاكي في لبسك وشكلك جدا. جدا، بس اهم حاجه احنا بنتكلم عن المقاسات، اهم حاجه دايما هدفنا فرقت، حتى الشكل باين في المقاسات، اللبس والشكل. جدا. هو ده اللي يهمنا، احنا بنقول حد ينزل ويخس يهمنا مقاساته وشكله. انت نازله تقريبا كام؟ 10 كيلو 10 كيلو في قد ايه؟ في اقل من شهر ونص اقل من شهر ونص. مم. طب البرامج حسيتيها صعبه ولا سهله؟ لا اطلاقا، سهله. سهله، اي حد يقدر ينفذها. اه، طيب وده فيها كل حاجه. فيها كل حاجه، ما كانش فيها حرمان. ابدا. اخدتي ادويه ولا حاجه زنوره؟ لا. ولا ادويه ولا اي حاجه ولا لا عملتي رياضه؟ خالص، لا. يا دوبك بس البرنامج الغذائي بس وتنفيذه فقط لا غير. من دون حركه كمان. وكنت حاسه كمان ان في حرمان؟ ما كانش في حركه خالص؟ لا. مفيش ولا حركه ولا في حرمان؟ لا خالص. لو عايزين نشجع الناس بقى نقول لهم كده عشان ياخدوا حافز، نقول لهم ايه؟ تحبي تقول لهم ايه؟ يعني ابدأوا بأمانة، يعني الموضوع هيفرق جدا في النفسية، في الشكل، في كل حاجة. طيب بيدي ثقة بالنفس حلوة جدا. وبالتالي فاطمه جت معاكي كمان تتابع معانا، صح؟ خليك يعني بعد ما انت تيجي. كملتي صح، فاطمه جت كمان. طبعا فاطمه لسه بتبدا معانا، اخت استاذه نوره، ان شاء الله احنا مكملين معاها، بدات تخس كويس في اول ايام، ومكملين تاني ان شاء الله للاخر. إن شاء الله. بشكرك كتير يا زنوره. شكرا جدا. وزي ما احنا شفنا استاذه نوره معانا بتتابع من عياده فيت اند سليم كلينيك فرع الجبل الاصفر. هي خست تقريبا 10 كيلو في شهر ونص، بدون ادويه وبدون حرمان وبدون رياضه وبدون حركه وبدون اي مجهود حركي، يا دوبك بس تطبيق البرنامج الغذائي. وكانت شايفه ان هو فيه اكل كتير ومريح بالنسبه لها كتير، وبناء على التجربه السعيده بتاعتها هي ادت حافز لاختها تيجي معاها تتابع، وبقى هما الاثنين دلوقتي بيتابعوا لسه بادئين مع بعض. حابين نقول لكل الناس يلا، العيد خلص والكحك خلص والعك خلص، عايزين نبدأ تاني من جديد علشان نغير شكلنا ولبسنا. شكرا.